والنقطه الثانيه بقى والمهمه في كولر، ان كولر النهارده مقعد امام خالص، ما لعبوش الماتش دوت خالص. فكولر شايف ان امام فعلا مستواه متراجع، فكولر زي ما تقول كده بيقرص امام من ودنه، لا انت لو مستواك مش كويس انت هتقعد وهلعب قفشه. والنهارده احنا شفنا قفشه، معلش يعني قفشه دوت مش ده واحد بيلعب 15 دقيقه و10 دقايق و5 دقايق، لا ده تحس قفشه رجله في الملعب من زمان. النهارده الراجل كان عامل ماتش عالمي، كان رابط بين خط الدفاع والهجوم باحسن ما يمكن. ده افضل ماتشات قفشه، يعني من وجهه نظري ده من افضل ماتشات قفشه. النهارده الراجل كان عامل اداء عالمي، جايب جون، عامل اسيست، لا الراجل كان عامل ماتش جميل جدا. فقفشه بيقول لامام برضه، بيقول له انت لو مستواك مش كويس انا موجود. فامام كده لازم بقى يشد على نفسه ويرجع لمستواه. امام لو ما شدش على نفسه ورجع لمستواه هيفضل قاعد دكه لقفشه بالمستوى اللي ظهر بقفشه. ايوه الفريق مش اقوى حاجه ومش عارف ايه، بس قفشه الراجل ما بيلعبش اصلا، بيلعب في 5 في 10 ماتشات ما بيلعبهاش خالص، لا النهارده قفشه